يوسف أصلان الطاوي باشا يهودي مصري، يهودي الديانة، عاش في مصر، ومصر اديته حاجات كتير جدا لدرجة تم اختياره وزير في الوزارة المصرية، وكان شخصية مهمة جدا في الطائفة اليهودية في مصر. كمان دخل بنك مصر وكان أحد الشخصيات هناك. في الحقيقة في كلام كتير حوالين في بنك مصر، هل اليهود اللي كانوا موجودين زي أصلان قطاوي هم اللي منعوا ان يتعمل بنك مصر فلسطين اللي كان هينقذ أراضي فلسطين، واتعمل بداله اللي هو بنك سوريا ولبنان؟ ما حدش قادر يحدد الحكاية دي، محتاجين نرجع لمحاضر الجلسات. يوسف أصلان قطاوي هو شخصية مهمة جدا تستحق ان احنا نكتب عنه كتير ونتكلم، لانه في النهاية مصر اديته حاجات كتيرة جدا، وهو يا ترى ادى ايه لمصر؟ كان معكم مؤرخ احمد كمالي.